يا صباح الفل، يا صباح الجمال. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو. عايزه بقى اقول لكم ان النهارده روتيننا في المطبخ كده، وروتين مشجع قوي. لو لسه اول مره بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه، وتنزلي بقى تكتبي لي انك مشتركه جديده، علشان خاطر انزل ارحب بيكي على طول. وطبعا بقى حبايبي متابعيني، وحشتوني جدا. عايزه اقول لكم بقى ان انا فرحانه كده، ان انتوا بتتواصلوا معايا وبتنزلوا تكتبوا لي تعليقات حلوه زيكم. ربنا يخليكم ليا يا رب. عايزه اقول لكم بقى ان الفيديو ده كده بتوقيتي كان الساعه 10. احنا خلاص بقى اتعودنا نصحى بدري. حضانه بقى كده، وطبعا استاذ انس ما بينامناش يعني، ما علينا. المهم بقى كده ما صدقت ان انس دخل نام، وقلت هستغل الوقت وهعمل صينيه مكرونه بشاميل غدانا النهارده. وما فيش مشكله يعني، بسخنها برضو بتطلع زي الفل. اول حاجه كده يا بنات كان عندي، انا هعملها بالفراخ علشان احنا هنا بنحبها بالفراخ اكتر من اللحمه. فهعملها بالفراخ. جبت كده البانيه وقطعته وتبلته بملح وفلفل اسمر، ونزلت كده بمعلقه سمنه، وهديله كده تقليبه كده لحد ما لونه كده يحمر شويه. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا ممكن تضيفوا عليها فلفل الوان، خضار، اي حاجه كده انتوا بتحبوها او الاولاد ما بياكلوهاش. هتطلع حلوه قوي. وعايزه اقول لكم برضو انا اول مره بصراحه اقطع بصله كده عليها، انا دايما كنت ببشرها. بس زي ما بقول لكم بقى انا المره دي مستعجله، بعمل بسرعه قبل ما انس يصحى يعني. فقطعت عليها البصلايه كده، وعايزه اقول لكم ان هي اديتها طعم حلو قوي. وحطيت عليها فلفل، لو عندكم بقى فلفل الوان برضو بيدي المكرونه طعم حلو جدا. وكنت بقى حطيت على النار التانية حلة كده، غليت فيها مية ونزلت بالمكرونة. عايزة اقول لكم بقى يا بنات ان صينية المكرونة البشاميل بتاعتي دي بتطلع خطيرة خطيرة بجد. وهي كمان هتبقى احلى واحلى باللحمة المفرومة، بس احنا هنا عندنا في البيت يعني اغلب بنحبها بالفراخ اكتر. نادرا لما بعملها باللحمة المفرومة. فهنا بقى كنت بدي كده الفراخ تشويحة على النار. وعايزة اقولكم ان الفراخ لازم تتحط على نار عالية علشان ما تنزلش ميتها. وهنا بقى كانت المكرونة كده اتسلقت. انا ما بحبش اغسل المكرونة، المكرونة بتاعت البشاميل بالذات. يعني صينية المكرونة البشاميل ما بحبش اغسل المكرونة بتاعتها. اي مكرونة تانية لا عادي بغسلها، ما فيش مشكلة. هنا بقى كده كنت مستنية ان الفراخ كده تاخد اللون الاحمر. بصوا هوريكم كده. طبعا بقى انت عايزه تحطي معاها فلفل الوان، عايزه تحطي خضار حطي زي ما انت عايزه. وهنا كده كنت هعمل البشاميل. بصوا انا عن نفسي بحط 4 معالق دقيق عليهم، يعني ممكن كيلو وربع لبن. انا بحط لها لبن بس بصراحه ما بحطلهاش ميه، يعني نادرا لما بحط لها ميه. طيب الإدام قد ايه؟ والله بصوا انا بحط بالبركه، يعني الإدام بحط بالبركه، بس ممكن مثلا عشان انتي مثلا بنوته لسه مش عارفه، كل معلقه دي عليها معلقه سمنه. انا بحط شويه سمنه وحبه زيت. هنا بقى حسيت شويه ان الإدام كتير، فقللته كده لحد ما احط الدقيق واظبطه. عايزه اقول لكم برضو على طريقه تانية للبشاميل. لو انتي بنوته لسه اول مره تعملي صينيه المكرونه وخايفه البشاميل يكلكع معاكي ولا حاجه، لا هقولك على طريقه تانية سهله برضو سريعه. طبعا كلنا عارفين الكيس اللي هو كيس البشاميل بتاع كنور. حلو جدا على فكره، انا بجيبه وبعمله. وهقول لكم برضو على الطريقه، بس اقول لكم على الطريقه دي الاول. هنا نزلت كده بالدقيق وبقلبه كويس، لازم تقلبيه كويس علشان خاطر الدقيق كده يتحمر مع الزيت. طبعا مش هيتحمر يبقى لونه جولد يعني، بس يعني علشان خاطر يستوي يعني تمام. تقلبيه كده كويس. وهو طالما القوام بتاعه كده سايب مش مفرفت، لما كده بعضه تعرفي ان البشاميل كده هيطلع مظبوط. قلبي بقى كده شويه لحد ما تشمي كده ريحه الدقيق استوت. هتنزلي باللبن. طب انتي بتغلي اللبن؟ انا ما بغليش اللبن. يعني لو اللبن كان عندي في الفريزر بطلعه اغليه. غير كده لو في التلاجة او لسه شارياه لا ما بغليهوش عادي خالص، بنزل على الدقيق وما بيكلكعش ولا بيحصل اي حاجه. المهم ان انتي تقلبي فيه كويس جدا علشان خاطر ما يكلكعش منك. هاجي بقى اقول لكم على الطريقه التانية للبشاميل.
بصوا يا بنات، بتجيبوا كيس اللي هو الكنور دوت، بيتحط مثلا على حوالي كيلو لبن، من غير ما تشغلي البوتاجاز ولا اي حاجه. اللبن ساقع والكيس البشاميل، وبتقلبيه كده مع بعضه. تمام. وبعد ما بيختلط شويه، يعني بيختلط شويه كده مع بعضه، وخلاص حسيتي ان اللبن دب فيه كيس البشاميل، وبتحطيه بقى على النار. بجد بيطلع قوام كريمي وحلو قوي، هو بشاميل بالجبنه. بس اهم حاجه تخلي بالك من الملح، علشان خاطر الموضوع ما يبقاش حادق يعني. تمام. وعايزه اقول لكم، انا لما بجيب بقى كيس البشاميل ده ما بحطش جبنه موتزاريلا على الوش، علشان خاطر هي بتديله وش حلو قوي. هنا برضو دي وصفه اقتصاديه، يعني مش حابب يجيب كيس البشاميل اللي هو الجاهز. وطول عمرنا بنعمله هو كده، يعني انا ماما طول عمرها بتعمل صينيه البشاميل كده بالدقيق واللبن عادي، ما بتجيبش البشاميل ده. مؤخرا بقينا بنجيبوه. هنا بقى كده كان عندي جبنه مثلثات، حطيت منها برضو، بتدي طعم حلو قوي كريمي كده. لو عندك جبنه كيري حطي منها اي جبنه، طبعا ما عدا الجبنه البيضه العاديه، يعني ما ينفعش. وحطيت برضو شويه جبنه موزاريلا كده، علشان خاطر يخلي البشاميل يمط ويبقى طعمه حلو قوي. طيب نيجي بقى للتسويه. عايزه اقول لكم هنا فلفل اسمر، برضو انا بحب يا جماعه الفلفل الاسمر يكون كتير في الاكل. وحطيت ملح بس تقريبا ما جبتش معاكم. هنا بقى بصوا البشاميل اللي كان قوامه عامل ازاي. عايزه اقول لكم بقى تسويه المكرونه البشاميل اللي بتفرق. يعني انت عايزاها جوسي ولا عايزاها الخرطه بخرطتها. لو الخرطه بخرطتها بتسيبيها حوالي مثلا نص ساعه مثلا في الفرن. لو عايزاها، لا، اللي هي عايزاها تكون جوسي كده وسايحه، انا بصراحه بولع لها الشوايه تاخد وش بس، وما بسويش من تحت، او ممكن اسوي من تحت حوالي دقيقتين 3 وخلاص كده. لان كل حاجه بتبقى مستويه طبعا، اللحمه لو انتي بتعمليها باللحمه بتبقى مستويه، المكرونه مستويه، البشاميل طبعا، فهي بس بتحتاج تاخد وش. بصوا بقى البشاميل القوام بتاعه طالع كريمي حلو ازاي، اكني عاملاه بالكيس البودر. والحاجات البيضه دي يا جماعه الجبنه الموزاريلا اللي انا حطيتها هنا بقى، عشان انا بحبها كده جوسي. آه حطيت شوية بشاميل على المكرونة، وبقلبهم كده. تفضلي تقلبيهم كده مع المكرونة، عشان المكرونة تشرب من البشاميل. وزي ما بقول لكم، انا ما بغسلش المكرونة البشاميل المكرونة بتاعتها ما بتتشطفش من مية السليق. وعايزة اقول لكم على حاجة كمان، ساعات باخد مع مج كده، لو ما عنديش مثلا لبن زيادة، باخد مج من سلقة مية سلق المكرونة، وبتطلعها برضو حلوة جدا، عشان بيبقى فيها نشا وكده، فبتطلعها حلوة قوي. بصوا هنا قلبت بقى كده المكرونة كويس. هنزل بقى هنا كده بمعلقة بشاميل برضو في القاعدة. عايزة اقولكم ان هي، انا عمري ما حطيت للمكرونة البشاميل بقسماط والكلام دوت، انا ما حطيتوش خالص. والمكرونة يا بنات ما بتلزقش ولا اي حاجة، انا بس كده بحط حوالي معلقتين كده من البشاميل تحت في الارضية، وبنزل عليها بالمكرونه بس. احنا طول عمرنا انا وماما بنعمله المكرونه البشاميل، عمرنا ما حطينا بقى زي ما بشوف دلوقتي بقسماط ودقيق والكلام دوت، عشان خاطر الصينيه متلزقش. لا، خلي بالك بس من التسويه، وهي ان شاء الله تطلع معاكي زي الفل. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا ممكن برضو تنزلوا ببشاميل، هو زي ما انا نزلت برضو، ممكن لا برضو زي ما انتوا حابين. في ناس ما بتحبش المكرونه البشاميل يكون البشاميل بتاعها كتير قوي، في ناس بتحبها لا اللي هو الجوسي جامد كده. فطبعا الاكل ده اذواق، فاعملوا اللي انتوا عايزينه. هنا بقى كده نزلت بالفراخ، وبعد كده هنزل بطبقة بشاميل تاني وبالمكرونة. وبصوا بقى اتفرجوا بجد على احلى صينية مكرونة بشاميل. انا بصراحة مشهورة بيها في العيلة، يعني عايزين ياكلوا مكرونة بشاميل انا اللي بعملها لهم، وبتطلع حلوة قوي. عايزه اقول لكم ان اختي ما بتاكلش المكرونه البشاميل اساسا غير من ايدي، يعني ساعات ماما بتعملها ما بترضاش تاكلها، بس لما انا بعملها لا بتاكل منها. هنا بقى حطيت برضو كده رشه جبنه موزاريلا، علشان زي ما بقول لكم انا عايزه المكرونه كده تطلع بتمط كده وتبقى حلوه. ونزلت عليها برضو ببشاميل تاني.
بسويها كده. وعلى فكره انا ما برصش المكرونه خالص، عشان انا بشوف كده فيديوهات ناس بتقعد ترص مكرونايه. احنا كويس ان احنا بنعمل وقت، الحمد لله ان انا عندي وقت اعرف اعمل فيه اكل. هنا بقى كده كنت بساوي المكرونه، بصوا بقى شايفين بتسويها كده كويس. وعلى فكره عايزه اقولكم على حاجه، لما تكون المكرونه قليله بتطلع حلوه جدا. طبعا بقى خلاص انتوا اتعودتوا على صوت انس معايا، لان زي ما بقولكم مفيش وقت ان انا اعرف اسجل فيه فويس اوفر كده وهو نايم، يعني مش بلحق، بشوف الحاجه التانية الاهم اعملها بصراحه. سويتها بقى كده كله تمام. هنزل بقى كده عليها بالبشاميل، وتكوني مولعه الفرن قبليها، يعني قبليها كده حوالي بربع ساعه ولا حاجه، علشان تدخل ما تاخدش وقت. وهتشوفوا بقى دلوقتي هتاخد لون حلو قوي، اكني عاملاها بالبشاميل الجاهز. وانتوا شايفين بقى البشاميل اللي عامل ازاي. عايزه اقول لكم يا بنات، لو البشاميل اللي كلكع منك ممكن تضربيه في الخلاط او في الهاند بلندر، برضو بيرجع زي الفل. بس يعني على ما اعتقد خلاص ان كلنا بقينا شاطرين، وكلنا بقينا بنعرف نعمل كل الاكل يعني. كان الاول زمان البشاميل ده كان حاجه صعبه قوي انا فاكره، وفي ناس لحد دلوقتي بالنسبه لها البشاميل صعب، بس لا يعني اتفرجوا على فيديوهات كتير هتلاقي نفسك، وكتر العمايل ايدك بتاخد خلاص بقى، فاهمه؟ فلو وصلتي بقى لحد هنا متنسيش تعملي لايك للفيديو يا بنات. ولو انتي لسه اول مره بتشوفيني انزلي كده قوليلي في الكومنتات ان انتي مشتركه جديده، وانا هرحب بيكي على طول. هنا كده برضو رشيت كده رشة جبنة موزاريلا علشان خاطر تديها وش حلو. وفي ناس بتعمل بضاية وبتحط لها شوية فلفل اسمر طبعا عشان الزفارة، وبتنزل بيها، وهي برضو بتدي طعم حلو على فكرة، وقيمة غذائية. بس انا بصراحة ما بحب، يعني نادرا لما بعملها. صينية المكرونة البشاميل بتاعت زمان قوي يعني، فاهمين؟ عايزه اقول لكم بقى ان ماما زمان كانت بتعمل المكرونه البشاميل دي حمرا، ما كناش بنحبها بيضه ابدا. بس بعد كده بقى لما عملتها لنا بيضه حبيناها اكتر من الحمرا، بس يعني برضو بيجي علينا اوقات كده بنحن كده للموز يعني. بصوا بقى شايفين صينيه مكرونه خطيره خطيره خطيره. هنا بقى كده كنت حطيتها في الفرن، انا ولعت من تحت كده حوالي بالظبط دقيقتين وطفيت، وشغلت بقى الشوايه. بصوا بدأت تاخد لون حلو ازاي. اهم حاجه زي ما بقول لكم تخلي بالكم من التسويه. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه يا حبايبي.